هاي، أنا ربا من صفحة I cook for my family، واليوم رح نعمل سوا سلطة الكولسلو، وهي سلطة عادة بترافق أطباق البرجر والدجاج المقلي. ولهالسلطة نحن بحاجة ملفوفة خضراء صغيرة، ربع ملفوفة حمراء، جزرة، وربع كوب بقدونس مفروم. وللدريسنج نحن بحاجة نص كوب مايونيز، معلقتين كبار خل أبيض، نص معلقة صغيرة ملح الكرافس، معلقة كبيرة سكر، فلفل أسود، ونص معلقة صغيرة ملح. رح اخد ورق الملفوف يلي بكون مغسلته وبلش شيل الجزء يلي بنص الورقة، وصف الورق فوق بعضهم وقطعهم لشرائح رفيعة. وبنقلهم على جاط غميق. ورح اخد ورق الملفوف الأحمر وشيل الجزع اللي بنص الورقة وقطعه لشرائح رفيعة. وضيفهم فوق الملفوف الأخضر. وللدريسنج رح اخد المايونيز وفضيهم بكاسة وضيف فوقهم الخل الأبيض وملح الكرافس والسكر والملح والفلفل الأسود. وامزج المكونات مع بعض لحد ما يتجانسوا. لحط الدريسنج فوق الملفوف المقطع واخلطهم مع بعض لحد ما يغلف المزيج كل الملفوف اللي عندي. رح فضيهم بصحن مسطح. وزعهم بالتساوي ودخلهم على البراد لمدة ساعة. بهالطريقة الملفوف ما بينزل ماء. وقبل التقديم بطلعه من البراد وببشر جزر وبضيفهم فوقهم. وباخد باقة بقدونس صغيرة وبقطعها وبضيفها فوقهم. بخلطهم مع بعض وبفضيهم بجاط التقديم. وإذا بتلاحظوا ما فيهم أي سوائل. وبالأخير بزينهم بورق البقدونس. وصفة ناجحة 100%، بتمنى تجربوها وتعجبكم، وألف صحة وهنا.